طبعا القفزه كانت من مسافه 1700 متر. ابو جاسم انت ايش راح تسوي؟ هسه عاد ننزل العلم العراقي وعلم هنا بغداد، والان نزلوا العلام اثنينهم الحمد لله. نعم. الارتفاع ايش قد؟ شلون هسه الارتفاع على 1700، على ارتفاع 1700 متر عم نسطو سطح البحر. صار رفع عندنا ولكن ما استغلنا الرفع لسبب انه التصوير، لان احتمال انه يصير عندنا نحن رفع، ولكن اللي حاملين الكاميرا ما راح يصير عندهم رفع، راح نفقد الاتصال. نعم. يعني تركنا الرفع على مود انه التصوير لا يفشل. نعم. كابتن محمد، يعني اليوم كم واحد قفز اليوم؟ يعني من الفريق العراقي، من الفريق العراقي 9 من ضمنهم نحن التاندم. نعم. والباقي كان صوت برفقة قناتنا طبعا. نعم. طبعا اكيد برفقة قناتنا بغداد. ان شاء الله دائما نحن رافعين اسم بغداد واسم العراق. كابتن، يعني اليوم الاخير ان شاء الله المهرجان. ان شاء الله اليوم الاخير ان شاء الله حققتم فد شيء يليق باسم العراق ويرفع رايه الله اكبر. طبعا برفقتنا الكابتن محمد عبد القادر، وبرفقه الزميل المصور المبدع محمد عمر الطائي. الان هم تقريبا قريبين من عندنا. طبعا احنا مشاهدينا الكرام جهزنا كاميرتين، كاميرا محموله بحوزتي وكاميرا اخرى عند المصور عمر الطائي. هذه الفعاليه لاول مره تقوم بها قناتنا بغداد، وان شاء الله تروق للمشاهدين الكرام. ولاول مره يقوم بها الفريق العراقي، يعني قبل ما صايره هيك نشاطات انه اول مره ترافقكم فضائيه وياكم؟ نعم. شلون؟ اول مره ترافقكم فضائيه وياكم؟ لا ما لي اول مره، ولكن هاي القناه الفضائيه الاولى اللي سوينا يعني هيك نشاط انه تاندم. 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일. هسه الان نحن باجواء رودنيز على جبل باباداغ، اللي هو اعلى قمه في جبل باباداغ 1900 متر، ونحن الان طرنا من الارتفاع 1700 لان كان 1900 مسدود، لان الاتجاه الريح كان غير ملائم الى 1900. الحمد لله صارت القفزه، وهاي الطيار محمد معانا ويحمل المصور عمر كاظم. ان شاء الله نحقق نتائج حلوه، وان شاء الله يعني ينال اعجاب المشاهدين والشعب العراقي. ومثل ما حكيت بالبدايه انه هاي هديه الى قناتنا بغداد ونهديه الى الشعب العراقي. عندنا كثير دعوات خارج العراق، ولكن ما عندنا دعم، لان الطيارين اكثر الطيارين اللي موجودين عندنا هم ناقصهم ماده، يعني كلهم يشتغلون، فدعم ذاتي. يعني حرامات هسه نحن حصلنا على 4 دعوات، رومانيا والسعوديه، وحصلنا دعوه الى التشيك، ولكن جيب اللي يدفع لك، لان انت اذا ترجع في جهات حكوميه او جهه معنيه. والله ما ظل باب وما طرقناه، ولكن يعني نحن نطرق ونحن نسمع الطرقه، ولكن نحن ان شاء الله نتامل من الحكومه المحليه ان شاء الله تدعم هذا الشباب
لان هذا الشاب العراقي هو يحب المغامره، وهاي الرياضه هي قمه المغامره. فاذا تدعم الشباب بهاك الرياضه اكيد الشاب راح يلتجئ الى هاي الرياضه وينسى ما عاناه البلد، يبدا يطور نفسه ويبدا يصير من جديد. 오빤 강남스타일 강남스타일 طبعا مشاهدينا الكرام، حققنا قفزه جدا رائعه وجدا ناجحه. كنا برفقه الكابتن محمد ياسين وبرفقه الكابتن المبدع محمد عبد القادر. كانت قفزه جدا ممتعه ورائعه. طبعا قناه هنا بغداد حلقت فوق سماء اورودونيس، سماء المهرجان الدولي الرابع عشر، واليوم هذه خاتمه هذا المهرجان. كابتن محمد، شلون كانت الاجواء؟ والله كانت الاجواء كلش رائعه. طبعا اكيد مثل ما شاهدتوا، وهي كانت برفقتنا هنا بغداد، شاهدت الاجواء شلون كانت، وكان طيران. تبكي ليش تبكي؟ والله بكيت من العذاب اللي بالعراق، ولا تبكيني مرت لك الله يخليك. يعني كافي الخاطر، الله العراق كافي تعب، والله تعب. الله كريم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كابتن محمد، شلون كان المصور معك؟ والله الحمد لله، بس دوخني، افتر لي. طبعا احنا اول مره، وكانت طبعا يعني جرأه من عندنا انه نطير معاكم، وان شاء الله راح الساده المشاهدين راح يستمتعون بهذه الاجواء الجميله اللي قام عمر كاظم مصور مبدع بتصويرها. ونشكركم ايضا انتم مع هاي الرفقه. والله احنا نشكر قناه هنا بغداد وعلى مشاركته ويانا وجيته هنا، والحمد لله سوينا اللي علينا، قدمنا الشيء، وقلت لكم وعدتكم رايه الله اكبر لازم ترفع، وهي انا موجوده، والحمد لله. الحمد لله. مشاهدينا الكرام، الى هنا ناتي الى ختام هذه الجوله الصحفيه التي كانت برفقه مركز جلالة السماء. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자 나는 선호해. سماء مهرجان أورودونيس تنوعت بألوان مظلات اللاعبين المتميزين وألوان الألعاب الدخانية الاستعراضية الجميلة التي جعلت من سماء المهرجان تظاهرات رياضية جوية جميلة سرت الناظرين من محبي رياضة القفز المظلي والطيران الشراعي المميز والممتع. 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일. اولا نرحب بقناه هنا بغداد. مهرجان جميل جدا، ويعني هو انا بالنسبه لي يمكن هذه المره الثالثه اللي احضره. حضرت 2011 و2012 وهذه السنه 2013. استعراضات رائعه جدا، فرق عالميه تقدم عروض شيقه ممتازه، كلابين دخانيه، حركات بهلوانيه. ملتقى رائع جدا بما تعنيه. قابلنا فرق عربيه كالفرق من العراق، وايضا نحن فريق من السعوديه كل سنه نحضر بفضل الله سبحانه وتعالى لهذا المكان، لانه يصقل مواهب الطيارين. نقابل ناس ذو خبره عاليه جدا، فناخذ الكثير جدا ونستفيد استفاده رائعه جدا. استفادوا خبره يعني. اي اكيد استفاده رائعه جدا في
احتكاك بالطيارين لهم خبرة عالميين جدا، طيارين أكروباتيين، طيارين استعراض، يعني أكيد لازم تضيف لنا شيء إلى معلوماتنا. لا شك أنا استفدت من سنة لسنة يعني أشياء ما كنت يعني لو لم أحضر هذا المكان ما كنت يمكن أستفيدها أبدا. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق. تسلم، الله يجزاكم خير، شكرا لكم. أنا سايح من مصر، برحب بقناة هنا بغداد. الأجواء طبعا رائعة جدا مع نهاية موسم الصيف السنة دي. الجو في تركيا رائع زي ما انتم شايفين، لابسين كلنا نص كم. المهرجان بتاع الباراشوت في منتهى الجمال. طبعا شفنا قضينا يوم سعيد جدا جدا في منطقة فتحية. كنا في اسطنبول الأسبوع اللي فات. معظم الأجواء في تركيا الحقيقة تشجع على السياحة بشكل رائع. الناس هنا ودودين جدا وبيحبوا السياح. كل حاجة بصراحة عجبتنا جدا أنا وأسرتي، وقضيت وقت جميل جدا 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 بصراحة. ومع غروب الشمس بدأ المشهد أكثر جمالا، حيث استمرت الفعاليات والألعاب الجوية المميزة، واكتظت ساحات أرض المهرجان بمحبي هذه الرياضة الجميلة من الرياضيين والسواح الوافدين من الدول الأجنبية والعربية. واختتمت فعاليات المهرجان بالألعاب النارية الليلية الجميلة.